في هذا الفيديو هسمعك صوت من أكثر الأصوات اللي ممكن تخاف منها في حياتك، والصوت لأصوات صراخ بشرية حقيقية، ويقولون عنها أنها أصوات صراخ أهل النار والعياذ بالله. في قصة حقيقية وقعت في سيبيريا في روسيا عام 1970. قام مجموعة من علماء الروس وعلى رأسهم عالم كبير اسمه أزاكوف قد حفروا حفرة يبلغ عمقها 12,000 متر تحت سطح الأرض. أنزلوا ميكروفونات مقاومة للحرارة مع عدد من المعدات شديدة الحساسية لقياس درجة الحرارة، فذهلوا مما اكتشفوه ووجدوا أن درجة الحرارة تبلغ 2000 فهرنهايت. وسمعوا أصوات بشرية شبهوها بأصوات صراخ أناس يعذبون. الصوت البارز في هذا الصراخ هو صوت للنساء والعياذ بالله. نعوذ بالله من ذلك. وهذا يذكرنا بحديث رسول الله أن أرواح الكافرين تأوي إلى صخرة في الأرض السفلى. فهل هذه هي أرواح الكافرين؟ الله أعلى وأعلم. والله يا أخوان الموضوع جد خطير. توبوا إلى الله قبل فوات الأوان. اللي بيصليش يرجع يصلي، واللي بيعمل المعاصي يتوب إلى الله سبحانه وتعالى. والذي يدعو غير الله ويقول يا علي ويا حسين والله لن ينفعوك. الذين يدعون غير الله تقول لهم الملائكة عند الموت أينما كنتم تدعون من دون الله قالوا ضلوا عنا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين. قيل ادخلوا في أمم قد خلت من قبلكم من الجن والإنس في النار.